السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشين كتير، يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ هنعمل الكفتة من رز، هنصبحها مع بعض ونحطها كده بقى ايه، حطي شوية زيت زي ما انتم شايفين كده، وهنبتدي بقى ان احنا ايه نصبع الكفتة. ندينا بس زيت كده، ماشي، وهنصبع بقى الكفتة كده. هنعمل بقى شوية كفتة حلوين كده مع بعض وكمان هنعمل معاها شوية رز ومكرونة محمرة. انا بعملها صوابع كده، بعملها برضو اللي هي المدورة دي. مهم. دي الكفتة اللي انا كنت صورتها معاكم، قلت لكم جايبة الكيلو ب 220، عاملة نص كيلو يعني. اهو انا طلعتها من التلاجة وسبتها، طلعتها من الفريزر وسبتها فكت. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ودوسوا لايك كده عشان اللايك بيفرق معايا. مهم. هنعمل بقى الرز مع بعض كده. انا حمرت الشعرية كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو، والناحية التانية برضو حطيت معلقتين سمنة عشان هنعمل برضو التقلية بتاعت الكفتة. هسيبها بس السمنة بس تسخن حاجة بسيطة كده، وايه هنرجع بقى ايه نحط البصلاية. انا بقى دلوقتي كده ايه هنزل بالبصلاية بقى في السمنة بعد ما الزيت مع السمنة معايا سخنت، واقلبها كده كويس يا دوب بس ايه البصلاية تصفر كده او تدبل معايا. هبتدي بقى انزل بفصين تومه اكون دقاهم برضو عليهم كده عشان يعملوا ريحه حلوه في الاكل. وفي نفس الوقت برضو ايه هحط شويه رز بقى بتوعي. انا بحب الشعريه تكون اكتر من الرز، فهحط شويه رز كده بس مش كتير، واقلبهم بقى واحط عليهم شويه ملح برضو كده قبل ما احط بقى، قبل ما انزل بالميه. هقلب بقى كويس كده. بصوا انتوا هتلاقوا الشعريه اكتر من الرز، بس انا بحبه كده يعني بيبقى طعمه جميل. الشعريه بتبقى كتيره كده في الرز بتبقى جميله. هقلب كده كويس اهو زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى هنزل بميه تكون مغليه عليها. عايزين تنزلوا بميه عاديه مفيش مشكله، بس انا بحب احط ميه مغليه بحس ان الرز معايا بيكون مفلفل واحلى. واقلب برضو بقى البصلايه برضو عشان ما تتحرقش مني، عشان النار انا معلياها عليها فبتتحرق من الجناب البصلايه، فعلى طول ايه خلي ايدي فيها كده. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك اهم حاجه، وتشتركوا في القناه. هنشرب بقى الرز كده ميه كده كفايه كده عليه. ننزل بالميه كده اللي بتغلي اهو زي ما انتم شايفين كده. كده حلو قوي. هسيبه بقى مع نفسه يستوي ونشوف بقى البصلايه بتاعتنا. البصلايه بقى كانت هنا بدات تدبل اهو. معلش بقى انا التليفون بتاعي اتاريه اتعوج كده مني فايه عشان كده الصوره طلعت بايظه، فمعلش. بس احنا بقى ايه هنا ايه بقى قلبنا البصلايه اهو كده. كنت حطيت خلطه التوم اهو. هنزل بقى ايه بالقوطه اللي انا كنت ضرباها، وهسيبها بقى تتسبك مع نفسها، واحط التوابل عليها اللي هي الملح والفلفل الاسمر وشويه شطه وشويه بهارات لو عندك. كده خلاص صبعت الكفته اهو زي ما انتم شايفين. هحطها بقى في الزيت احمرها، وبعد كده ايه هقسمها نصها في الصلصه، والنص التاني هحطه اللهم صل على النبي. هناكله كده ماشي. خليكم معايا بقى اوريكم. بصوا بقى ان الرز استوى اهو. بصوا كده، مش عارفه باين معاكم ولا لا، ولا عليكم الفلاش. بصوا بس ما شاء الله جميل ازاي.
هبتدي بقى ان انا احمر المكرونه بتاعتي. ماشي، هعمل بقى المكرونه المحمره كده، وهبتدي ان انا احمر فيها. انا حطيت شويه سمنه في الاول، وهحمر بقى المكرونه بتاعتي كده اهو. بص كده، هحمرها بقى وارجع لكم. بصوا بقى بعد ما المكرونه اتحمرت كده، ماشي، هحط معلقه صلصه كبيره او معلقتين، هنزل بقى بالصلصه الطماطم بتاعتي كده. هنزل بقى بالميه بتاعتي، زي ما انتوا شفتوا كده. هقلب بقى. اهم حاجه ما تكتريش برضو الميه، خلي بالك عشان ما تتعجنش معاكي المكرونه. هحط بقى ايه التوابل بتاعتي. هحط شويه كمون، ماشي، وهحط شويه ملح، وهحط سنه شطه، ماشي، وكمان هحط بقى بتاع مرق دجاج. هفتفته كده بس قبل ما احط الاول، علشان ما يبقاش ايه سليم في الاكل معايا وانا باكل كده. هقلب بقى كويس. اهم حاجه تقلبي كويس علشان ما الدجاج بتفضل تحت في القعر بتاع الصينيه او الحله بتاعتي. يعني هقلب كويس. بس خليكم بقى معايا لحد ما تستوي. هنا بقى خلصت الاكل بتاعي كله يا حبايبي، وزي ما انتم شايفين كده عملت الكفته اللي هي في الزيت بس، اللي قلت لكم انا هعملها من غير تقليه. وعملت المكرونه بتاعتي المحمره اهي زي ما انتم شايفين، اللي عملتها بصلصه. وعملت كمان الكفته اهي بالصلصه بتاعتها، جميله ما شاء الله وريحتها روعه. وحطيت بقى رز ومكرونه كده في الاطباق، وعملت شويه سلطه كده، حاجه بسيطه قوي قوي. وايه زي ما انتم شايفين كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه، اهم حاجه تشتركوا في القناه، عشان انا ببسط جدا لما بلاقي فيه مشترك دخل عندي جديد. وما تنسوش تحطوا اللايك علشان الفيديو يوصل لاكبر كم من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.